السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هكلم حضراتكم عن حب الرشاد. حب الرشاد أنا بقدمه عندي للطيور ومهم جدا جدا ليه. طب تعالوا نشوف أنا بقدمه للعصافير عندي كام يوم في الأسبوع، وبقدمه ليه وإيه الفوائد بتاعته. من فوائد الرشاد ليه فوائد عديدة وكتير قوي، يعني لو جينا نعدهم هنلاقيهم كتير جدا. تعالوا كده شوفوا معايا فوائده. أول حاجة إن هو بيقوي العصفور من الناحية الجنسية بالنسبة للذكر، وكذلك بينشط المبايض بتاعة النتاية. طيب هو فاتح للشهية، وكمان أهم حاجة إن هو بيحتوي على فيتامين أ وب وج وب 2 وفيتامين ب. طيب كمان إن هو بيحتوي بنسبة كبيرة على الكالسيوم والحديد والفسفور والمنجنيز واليود. يعني حب الرشاد بيحتوي على فيتامينات وعلى المعادن. الفيتامينات اللي قلنا عليها فيتامين ج وه وفيتامين أ وفيتامين ب. أما المعادن بيحتوي على الحديد والكبريت والكالسيوم والفسفور والمنجنيز والزرنيخ. يعني بسم الله ما شاء الله في كمية كبيرة من المعادن وكمان من الفيتامينات. بقدمه للعصفور عندي مرة واحدة في الأسبوع لأنه مفيد جدا ليهم، بالذات لو العصافير عندها إسهال، لأن هو بيحارب الميكروبات والبكتيريا بطريقة فعالة جدا. طب تعالوا نشوف أنا بحضر إزاي الحب الرشاد. أول حاجة عندنا حب الرشاد، هو زي ما حضراتكم شايفينه، هو ده شكله. بشتري كمية قليلة من عند العطار ب5 جنيه ب10 جنيه زي ما تشتري. وطبعا بشتري كميات قليلة ليه؟ لأن استعمالي ليه بيكون قليل جدا. طبعا هي مرة واحدة في الأسبوع، ولما بحط في المسقى يعني ما بملاش المسقى على الآخر، لأنه بحطه قدام العصافير هو يدوبك 10 ساعات، يعني طول النهار، ولكن ما ببيتوش قدام العصافير. خلاص أنا قدمته لهم، ابدا بقى ان انا اشيله من قدامهم. زي ما حضراتكم شايفين كده انا جبت حفنه من حب الرشاد بقدر يعني معلقه صغيره، وحطيتها على كوبايه ميه، وزودتها كمان بكوبايه. بعد كده بغطيها علشان خاطر هو من الزيوت الطياره، بحافظ على الزيوت اللي فيه. وبعد طبعا ما الميه تغلي هي دقيقتين 3 وتدفع عليه، بعد كده باخده وبحطه في المسائي. وده طبعا شكله بعد ما اتعمل تمام. وهحطه في المسقة بتاعة العصفور، ولكن مش هملى المسقة على الآخر، هو حبة صغيرة، لأن احنا زي ما اتفقنا مش هنحط المية دي قدامهم يومين مثلا ولا حاجة. لا، ده هو يعني الحبة دول هيقعدوا قدامهم طول النهار، وهيكفي منهم وهترمي الباقي كمان. فطبعا أنا هنا ما بكترش منه. خلي بالك انت لما تيجي تغلي حب الرشاد ما تقعدش مدة على البوتاجاز، علشان خاطر بيتقل وبيبقى عامل زي الجيلي. فطبعا انت بتخلي المية تبقى سايلة وبيبقى خفيف، تخليه خفيف مش تقيل. بتقدمه لعصافيرك بمنتهى الأمان، وجميع أنواع العصافير، يعني مش الحاسون بس ولا الزبرة ولا مثلا البادجي بس، لا، كل أنواع العصافير بتقدمه لهم، لأن هو مفيد جدا جدا. كمان يا جماعة حب الرشاد مهم جدا ومفيد للإنسان، لأن هو بيعتبر يعني علاج فعال جدا لالتهاب المفاصل. جربوا هتلاقيه ممتاز جدا جدا، ولكن ما تكترش منه. هي يعتبر بس كوباية واحدة يوم ويوم، يعني بالنسبة للإنسان يوم ويوم لأ. تمام، لأن هو كتره بيقلل البوتاسيوم في الجسم. فإحنا المفروض إن إحنا ما نكترش منه، ولكن هو مفيد جدا جدا لهشاشة العظام، ومفيد لالتهاب المفاصل وخشونة الركبة. وادخل على جوجل وهتعرف كل حاجة عنه. فوائده كتيرة جدا جدا، بيحتوي على فيتامينات وعلى معادن، ومفيد جدا للإنسان وكذلك للطيور، ومحفز جنسي قوي للذكر، ومنشط للبيض بالنسبة للأنثى. بشكركم جدا، بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.